يحكى أنه في قديم الزمان وسالف العصر والأوان 3 تيران، ثور أبيض وأحمر وأسود. 3 تيران دول كانوا بيعيشوا في الغابة في سلام ووئام، تملأ حياتهم ودنياهم البهجة والسعادة، وكانوا بيحبوا بعض جدا وكانوا دائما على اتفاق. 3 تيران أو ال3 كلاب دول أثاروا حفيظة ملك الغابة لما شافهم كلهم عندهم ترابط وقوة وإخاء وسلام، ففكر في طريقة إن هو يتخلص من ال3 تيران دول. فملك الغابة بعت للثعلب، وقد كان خادما ماكرا فظيعا، وقال له: عايز أخلص من ال3 تيران دول، أعمل إيه؟ احنا بنشبه هنا ال3 تيران أو ال3 كلاب أو ال3 بني آدمين أو ال3 زواحف أو أيا كان، بنشبههم هنا بالقوة. ليه؟ لأن الهدف من هذه القصة هو الترابط. المهم أكمل لكم. ال3 تيران دول أعزائي السادة المشاهدين والمحترمين، ملك الغابة قال له: تعالى علشان خاطر نخلص منهم. قال له: ادعوا في الغابة على ايه؟ على اجتماع كبير مهم وعاجل، تمام، واعمل زي يوم رياضي. فقال له: ايه الحل؟ هتعمل ايه يعني؟ قال له: انا هسيبنا نتصرف لما اروح. فالمهم فتحوا الغابة وبدأ اليوم الرياضي، والثعلب قال لهم: انتوا ال3 هتعملوا سباق، واللي هيسبق فيكوا انتوا ال3 هو اللي هيكون الوزير لملك الغابة. 3 تيران أو ال3 كلاب زي ما احنا عارفين بيحبوا بعض جدا، فكل حاجة متساويين فيها، في المشي، في الكلام، في الأكل، في الشرب، في كل شيء. فأطلق النفير في الغابة لبدء السباق، فطلعوا هم ال3 في نفس من بداية التوقيت إلى نهاية السباق، طلعوا زي بعض وقد بعض في المستوى. وطبعا كانوا متفقين ان هم ما فيش حاجة في الدنيا تكسرهم ولا تخليهم ينحازوا عن الموضوع اللي هم فيه. المهم الثعلب اتضايق جدا جدا جدا، ودبر اكتر واكتر واكتر، وقال: انا لازم اشوف حل تاني، اعمل سباق مرة تانية ولازم حد فيهم يسابق وينتصر. بدأ النفير للمرة التانية، وأطلق الملك النفير ملك الغابة، وطلع الكلب الأسود جنب الكلب الأحمر جنب الكلب الأبيض، وفضلوا يجروا 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 يجروا. وهذا الماكر الثعلب طلع في النص أرنب صغير، قال له: اطلع اسرح في الغيط. جري الأرنب بكل قسوة وراح دخل، اتنين كعبلوا في بعض، الأحمر والأسود. طلع الكلب الأبيض لوحده هو اللي سبق. اوكي طلع الملك، وراح بعد كده خدوا الكلب وطلعوه على الاكتاف، وانت الفايز، وانت الوزير، وانت حيوا الوزير. خد الوزير يوم، في الثاني، في الثالث، طبعا فرحان بالوزارة. ثالث يوم بيدوروا على الوزير فين؟ اتاكل. فضلوا الاثنين يحملوا بعض الهم، كل واحد فيهم يقول للتاني انت السبب، وده يقول له انت السبب، وده يقول له انت السبب. المهم كل واحد فيهم فضل يحمل التاني هذا الموضوع. خلاص، كل واحد فيهم فضل يحمل التاني هذا الموضوع. قال له: نعمل ايه؟ قال له: خلاص، كل واحد فيكم يروح في حال. سابوا بعض، كل واحد فيهم راح لحال فعلا، وكل واحد فيهم مشي. وبعد كده راح للغابة. الأسد قال له: ايه رأيك نخلص من مين الأول؟ قال له: نخلص من الأسود. قال له: يلا بينا. راح له قال له: ايه رأيك أسيبك تعيش في الغابة في أمان وسلام وتخليني أكل صاحبك؟ قال له: كله. راح هوب هجم على الكلب الأحمر وأكل. يومين 3 عاد إلى الأسد الجوع مرة تانية، ففكر في طعم الكلاب ال3، وراح عند آخر واحد قال له: ايه رأيك؟ قال له: أنا جاهز، انت كده أنا أكلت يوم أن أكل الكلب الأبيض. وكانت دي قصة من كليلة ودمنة بعنوان الكلاب ال3. سبحان الله، نفس الألوان.